السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة خلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه mytribe.com رحلتك التاليه. التطبيق ده مساحته 13 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بحجز تذاكر الطيران. لو انت مسافر اي دوله، سفر خارجي او مسافر داخل الدولة اللي انت فيها من مدينة لمدينة سفر داخلي، فانت بتقدر تحمل التطبيق وتقدر تقارن عليه اسعار تذاكر الطيران ما بين اكتر من شركة. تقدر تشوف الميعاد المناسب بتاعك وتحجز عليه، بحيث ان انت ممكن تلاقي ميعاد مناسب على رحلة بس سعرها غالي، وممكن تلاقي مثلا نفس الرحلة على شركة تانية سعرها اقل بس الميعاد مش مناسب معاك. يعني انت مثلا عايز تسافر يوم معين، يوم مثلا جمعة، فانت لقيت اليوم الجمعة ده بسعر التذكرة 200 دولار مثلا، وفي شركة تانية مثلا سعر التذكرة 180 دولار او 150 دولار، بس الشركة التانية اللي فيها السعر اقل دي ما يكونش فيها يوم جمعة، ممكن مثلا فيها يوم سبت، فيها يوم حد، ما فيهاش يوم جمعة. فانت برضو لازم تاخد بالك من الموضوع ده. كمان التطبيق ده بتقدر من عليه ان انت تختار الفندق اللي انت هتنزل فيه، بحيث انت لو مسافر دولة تانية هتقعد مثلا يوم يومين، سواء مسافر شغل، مسافر تقضي اجازة شهر عسل بتاعك، سواء مسافر مع اصحابك، مع اسرتك، مع عيلتك، مع اولادك، تسافروا تغيروا جو، تسافروا سياحة. فانت تقدر تختار الفندق وتقدر تعرف اسعار الفندق، والفندق التلات نجوم، الخمس نجوم، السبع نجوم، وتقارن ما بين اسعار الفنادق، وتقارن ما بين الخدمات الموجودة في الفندق، وجبات الطعام اوبن بوفيه ولا لأ، فندق مثلا في اكوا بارك الأطفال، الفندق في جيم، في سبا، في جاكوزي. حاجات زي كده كتيرة بتفرق طبعا أسعار الفنادق ما بين بعضها البعض. كمان تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تأجر عربية تتنقل فيها داخل البلد اللي انت فيها او داخل المدينة اللي انت فيها. تقدر برضو تختار ما بين العربيات الموديل اللي انت عايزه، الماركة اللي انت عايزها، وتعرف برضو السعر، وتعرف هتأجر وقت قد ايه، وتعرف هتاخد العربية او تستلم العربية والايجار هيكون بقد ايه. يعني مثلا طبعا الايجار بيختلف ما بين هتأجر يوم واحد ولا هتأجر اسبوع ولا هتأجر شهر. طبعا كل ما المدة بتزيد كل ما السعر بيقل. ده كده الغرض والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية، بالاضافة لان بعض الناس بتشتكي من ان التعامل مع خدمة العملاء سيء جدا. سواء اي حد حصل عنده مشكلة، حابب ان هو يلغي ميعاد الطيارة، حابب ان هو يغير الميعاد، حابب ان هو يتواصل مع الشركة علشان مثلا يزودوا عليه في سعر التذكرة، اي حاجة من الحاجات دي، فالتواصل مع خدمة العملاء سيء جدا. ده كده الغرض والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.